غزوة مؤتة كانت سنة 8 هجرية، سنة 8 هجرية. المكان فين؟ المكان في مؤتة، هي اسمها غزوة مؤتة عشان حدثت في مكان اسمه مؤتة في بلاد الشام. كانت الغزوة بين مين ومين؟ بين المسلمين وكان عددهم 3000، وبين الروم، دولة الروم أو الدولة البيزنطية، ومعاها القبائل العربية أو بعض القبائل العربية اللي يعني متحالفة مع الروم. ويقال إن عدد الروم مع القبائل العربية 200,000. طيب ما سبب الغزوة؟ سبب الغزوة إن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رجل من الصحابة اسمه الحارث ابن عمير الأزدي. أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أمير بصرة في بلاد الشام، واسمه شرحبيل ابن عمرو الغساني. أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم ليدعوه إلى الإسلام. فماذا فعل هذا الرجل بالرسول اللي هو الحارث؟ عمل فيه إيه؟ قيده بالحبال وأهانه ثم قتله. ويقال أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم برضو أرسل إلى هذه المنطقة عدد 15 من أصحابه ليدعوهم إلى الإسلام وأيضا قتلوا. فكان لزاما على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرد كرامة المسلمين، وإلا يعني إحنا دلوقتي اتقتل منا واحد أو اتقتل منا 15 فدي تكون بادرة للاستهانة بهؤلاء القوم، الاستهانة بالمسلمين، وان اتحط عليهم مره وسكتوا فيتحط عليهم مرات بعد كده. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وجد انه لزاما عليه ان يعني يسأر لمقتل هذا الرجل الرسول. وطبعا قتل الرسل ده شيء يعني مستنكر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قرر ارسال جيش ومكون من 3000 لتأديب هذا الامير او هذا الملك وتأديب القبائل. الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين كانوا عاملين حسابهم ان هم هيروحوا للمنطقه دي اللي هي مؤتة، وهيعملوا مثلا معركه خاطفه مع القبائل، وانها هتكون غزوه سريعه كده ويرجعوا بحيث ان هم يكونوا ادبوا. لكن للاسف ال 3000 اللي راحوا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم عين عليهم 3 قوات. يعني اول حاجه زيد بن حارثه، وقال لو اصيب زيد بن حارثه فجعفر بن ابي طالب، فاذا اصيب جعفر ابن أبي طالب فعبد الله ابن رواحة. فالمسلمين لما ذهبوا هناك فوجئوا بأن القبائل جمعوا حوالي 100,000 مقاتل، وفوجئوا أن كمان جايين لهم الروم جمعوا 100,000 أخرى. فبقى في 100,000 الروم وفي 100,000 القبائل، ويعني العدد حوالي 200,000 والمسلمين 3000. فبدأوا المسلمين يقعدوا يومين قبل ما يوصلوا بقى للحرب، وقالوا نعمل إيه؟ هل نرجع ولا نبعت للرسول رسالة يعني نقول له الموقف فيبعت لنا مدد ويبعت لنا رجالة تانيين؟ طب نعمل ايه؟ فعبد الله ابن رواحة قال لهم انتوا خايفين من ايه؟ والله للتي تخافون، اللي هو الموت يعني، والله للتي تخافون للتي خرجتم تطلبون. انتوا اصلا خارجين طالبين الشهاده، ان انتوا عارفين ممكن تقتلوا في سبيل الله، واحنا خارجين نقاتل الناس دي بايماننا بالله وبقضيتنا، ومش خارجين نقاتلهم بعدد ولا بعتاد. المسلمين اقتنعوا بكلام عبد الله ابن رواحه وقرروا هم يواجهوا جيوش الروم ومعها قبائل العرب. المعركة استمرت 6 أيام، واتقتل القواد الثلاثة، اتقتل زيد بن حارثة. ومقتل جعفر بن أبي طالب يعني ليه قصة، ان جعفر بن أبي طالب كان ماسك راية الإسلام اللي مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله بإيده اليمين، فالأعداء قطعوا له إيد اليمين، فمسك الراية بإيده الشمال، فالأعداء قطعوا له بإيده الشمال، فمهنش عليه راية الرسول تسقط، فمسكها بعضديه. العضد يعني ضم على الراية بعضديه لحد لما اتقتل. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني نعى وهو موجود في المدينة مع المسلمين في المدينة، نعى جعفر بن أبي طالب وشاف مشهد قتله، وقال للمسلمين إنه هو ربنا أبدله بجناحين في الجنة.
بعد مقتل القوات الثلاثة المسلمين اختاروا خالد ابن الوليد ليكون هو القائد. فخالد بن الوليد عارف طبعا يعني دي معركة غير متكافئة نهائيا. يعني حتى في بعض الناس دلوقتي بيشككوا في رواية ان كان الروم 200,000، لكن على كل تقدير يعني هم اللي بيشككوا في رواية ان الروم كانوا 200,000 قالوا دول 10,000. طب نفترض 10,000 مع كل التقديرات، انت 3000 قدام 10,000 برضو كده اكتر باضعاف مضاعفه، فالمعركه غير متكافئه نهائيا. لكن طبعا المصادر بتاعتنا قالت ان الروم ومعهم القبائل المجتمعه كانوا حوالي 200,000. خالد بن الوليد لقى ان الدخول معاهم في معركة حاسمة هتكون نتيجته يعني بالعقل كده إبادة لجيش المسلمين، وانه كده قال لا انا احاول اعمل خطة للهروب، خطة للهروب ان انا انجو بالجيش وان انا احافظ على الجيش من الموت، لان الوقت هو مش خوفا من الموت على فكرة، ما هو الانسان يعني لو موته بيحقق انجاز ما يموت، يعني لو موته هيحقق انجاز وان هو نصر ماشي يموت، لكن لما يكون حق ان احنا لو ال 3000 دول كلهم ماتوا ما هتبقى هزيمه اكبر. يعني لو ال 3000 خاضوا معركة فاصلة مع الروم هيبادوا جميعا، طيب ماتوا كلهم، ايه النصر اللي حققوه؟ لا ده بالعكس، ده الهزيمة بقت هزيمة اكبر واشد، والعرب كلهم والروم وكل البلاد هتتنقل هذه الهزيمة، وكله يقول ده الجيش اباد كله، يعني هزيمة كبيرة جدا. لذلك خالد بن الوليد وضع خطة للهروب بقية الجيش، وتاخد بالك انها مش حاجة سهلة ان الجيش يهرب، 3000 وصدهم 200,000، يعني لو جاهم يهربوا كده ويعدوا ال 200,000 مش هيسيبوهم، هيهجموا عليهم. وتخيل بقى لما يهجم عليك حد وانت مدبر، اللي لما يكون مدبر يعني مدي ظهرك للعدو، فالعدو بقى يعمل فيك ما بداله، هيبيدك يعني. انما لما تقاتل اهو في امل، لما تكون وجها لوجه مع العدو في امل ان انت تحقق شيء، لكن انت هيجري وراك العدو ويلحقك وانت بتهرب من المعركة، يبقى كده هيقضي عليك من ظهرك وانت مدبر. لذلك هو عمل ايه؟ عمل خطة يموه بيها ويدخل في اذهان الروم والقبائل العربية اللي معاهم ان المسلمين جالهم مدد كبير وانهم بقوا قوة كبيرة. عمل ازاي؟ في الليلة اللي قبل المعركة، اللي طبعا دي عبارة عن معارك بتحصل كل يوم، وبعد كده كل فريق بيروح يستريح وخلاص بقى، والحرب والمعركة بتخلص ويطلقوا اليوم اللي بعديه. هم كانوا حوالي الحرب كلها 7 أيام. ففي الليله اللي قبل الانسحاب دي عمل ان في مدد جاله من ورا، فعمل غبار، امر بعض المسلمين يعني الخيل بتاعتهم، الخيل تقعد تنعكش كده في التراب كأن في غبار كتير. طبعا ما كانش في وسائل بقى يا ولاد زمان، ولا في رادار فهم الروم هيشوفوا ازاي؟ شايفين ان في من بعيد كده بالليل تراب كتير جاي، قالوا المسلمين جالهم مدد. وعشان يثبت موضوع ان المسلمين جالهم مدد ده، عشان بيلعب على الناحيه النفسيه للروم، عمل ايه؟ بدل في اماكن الجيش، الناس اللي كانت في الجيش من ناحيه الميمنه، الجنود اللي في ناحيه الميمنه خلاهم في ناحيه الميسره، واللي في الميسره خلاهم في الميمنه، والناس اللي كانت بتقاتل وهي في المقدمه خلاهم في المؤخره، واللي كانوا بيقاتلوا في المؤخره خلاهم هم في المقدمه، ولخبط الجيش وغير الرايات، يعني الرايات اللي كان عليها دم بقى والرايات اللي اتبهدلت جاب رايات جديده بقى، رايه للمسلمين جديده. فلما دخل المعركة في اليوم السابع، طبعا هم كانوا شافوا الغبار في اليوم اللي قبله، وكمان شافوا رايات بتبرق وجديدة، وشافوا وجوه جديدة. هو كل واحد، هم جيش الروم نفس الكلام، يعني دي الميمنة بتاعتهم مثلا، فكل واحد يعني بقاله كام يوم بيحارب، عارف الوجوه اللي كان بيحاربها، لقى وجوه جديدة ورأى رايات جديدة، قال دي يبقى خلاص فعلا ده جالهم مدد، ده ممكن يكون دلوقتي بقوا أحسن مننا كمان. فيعني ربنا سبحانه وتعالى ألقى في قلوب الروم الرعب. وبالاضافه بقى ان يعني خالد بن الوليد امرهم ان هم يهجموا بكل قوتهم على الروم، فهجم المسلمين بكل قوتهم بكل حماستهم هجمه جامده على الروم. بدا الروم يتقهقروا من شده الهجمه ومن شده الحماسه. في الوقت ده اللي الروم بيتقهقروا فيه بدا المسلمين ينسحبوا. طبعا الروم كان ممكن برضو يجروا وراهم، لكن الروم قالوا ده هم بيعملوا لنا كمين، هم الوقت عاملين نفسهم بينسحبوا
ينسحبوا عشان احنا نجري وراهم، ونلاقي بقى الايه الجنود بتوعهم الناحيه الثانيه المدد الثاني، وان هم ايه هيعملوا لنا كمين. فالروم ما تتبعهمش. طبعا ده برضو توفيق من ربنا، ما هو ربنا سبحانه وتعالى لما الانسان بيعمل اللي عليه وبيجتهد على قدر اجتهاده وبيفكر وبيشغل عقله وبيضع الخطط وبيجتهد وبيشتغل، فبيجي مدد ربنا سبحانه وتعالى وربنا أيدهم. وطبعا ده يعتبر يعني أنا شايفة ان هو نصر، ان انت تخرج ب3000 بتوعك. هو المصادر بتاعتنا بتقول ان قتل من جيش المسلمين حوالي 12، فان انت تنقذ جيشك دي حاجه جميله. وطبعا شفنا بقى في قصه اسامه ابن زيد نفس الاحداث دي في قصه اسامه ابن زيد، وعرفنا ان طبعا وقتل في معركه مؤتة زيد بن حارثه. عرفنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كلف ابن زيد اللي هو من اسامه، كلف اسامه بن زيد ابن حارثه بان هو اللي هيكون القائد اللي هيروح يسترد الصقر لشهداء مؤتة. ودخل على البلقان وحارب الروم في البلقان، وانتصر أسامة ابن زيد وحقق نصر كبير جدا. وبالنسبة لموقعة مؤتة يعني كانت طبعا دي حاجة كويسة برضو للمسلمين، لأن هم كانوا بيحاربوا مين؟ بيحاربوا الروم اللي هم الدولة البيزنطية اللي هي يعني كان العرب يخافوا يجي جنبها. العرب كانوا يخافوا يجوا جنب الدولة البيزنطية، كانت دولة كده كبيرة يعني عظيمة جدا ومسيطرة على العالم. وزي ما شفتوا ان الروم كانوا بيحكموا مصر والبلاد الافريقيه، وكانوا بيحكموا بلاد الشام ومسيطرين على كل المناطق دي. فيعني تخيل بقى يعني جيوش جراره ما كانتش بتقدر على الرومان. فجاء العرب المسلمين قدر ان هو ايه تحصل معركه، اي نعم وكانت غير متكافئه، وقدر ان المسلمين ينسحبوا بكامل جيشهم، يعني ما تنكلش بالجيش. فدي تعتبر حاجة كويسة وحاجة عملت للمسلمين في الوقت ده مكانة.